اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من ايديوفيرس توكس. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا جدا، لان ضيف الحلقه النهارده هو واحد من المنتورز بتوعي اللي انا يعني بتعلم منهم كتير، صديق واخ عزيز، الدكتور عبد الرحمن خليل، مستشار التطوير واداره الاعمال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. الحلقه اتاخرت كتير، كبيره حته منتور دي، اخوات يعني. لا انت المنتور، انت المنتور بتاعي، بتعلم منك كل خير. العفو. وانت يعني وزير السعاده. العفو، ده يعني نحاول نتشبث بهذا المعنى. النهارده احنا عاوزين نتكلم عن موضوع السعاده. الله. يعني عاوزين يعني نشوف ايه هو حكايه البيزنس هابينس دي. خلاص، يعني هل اصلا في هابينس في البيزنس ولا لا اساسا؟ ده سؤال يعني مهم جدا. لا، الموضوع محبب الى قلبي، بشكرك انك بتفتح حاجه زي كده. يعني يا ريت شايفها. خليني اقول هو انا اصلا الموضوع ده جه منين؟ لانه الحته دي من ضمن الحاجات اللي بنت لنا في اول ريسيرش. في حد كان مهندس شاري عنده مكتب استشارات هندسيه، قال هو ايه اللي جاب الملح جنب السكر؟ اول ما سمع كلمه بيزنس هابينس حس الكلمتين ضد بعض. يعني يعني الاحساس اللي حسيته دلوقتي، عارف اللي هو في هابينس في البيزنس. احنا نعرف الهابينس ده، عارف فكرك وفكره هو الاصح مش فكري. عارف ليه؟ قصدي الاوقع يعني واقعيا. أيوة. لما تعمل سيرش على جوجل وورلد وايد، حط كلمه هابينس، هيطلع لك ايه؟ حط ايمجز، صور، شوف الصور، هيطلع لك صور ايه؟ بحر، صح كده؟ العاب، كذا كذا كذا، كلها حاجات مالهاش علاقه بالشغل. اي حاجه غير الشغل. يعني اكيد مش هيطلع واحد لابس بدله اجازه، مش هيطلع ملفات ورق لابتوب، مش هيطلع اي حاجه شغل، ولا مبنى، مش هيطلع اي حاجه شغل. صح. هيطلع ناس قاعده، عيله مبسوطه، بارك بتاع، اي حاجه غير الشغل. فاذا احنا اتكرس مفهوم عندنا ان الشغل في حته والسعاده في حته. وبعض الناس في البيزنس، كتير من الناس في البيزنس، لما يحب يبسط الناس بيعمل ايه؟ بيعمل لهم اي حاجه غير الشغل. يديله اجازه. صح. ماشي بدري ساعه، اعملوا، وده بيعتبروه يعني نوع من انواع الايه، ده حد ده قائد يعني. طبعا في ناس هتزعل من كلامي ده، انا كاني بقول الناس ما ياخدوش اجازه يعني. أكيد. انا بقول ببساطه ان العمل اعظم بكتير قوي واقيم بكتير قوي من اننا نقلص دوره ونصغره ونقزمه في حته انه بس مصدر دخل. العمل احيانا بيكون دواء، علاج. مش في اطباء كتير، انا لو تعبت رحت الدكتور، مش بيسال على بشتغل ايه وبعمل ايه وطبيعه شغلي ايه. لو دكتور نفساني وانا تعبان نفسيا ومحبط او عندي مشكله مضايقاني او لو انا شغلي كويس وشغال، هيستخدم شغلي في العلاج. ايوه صح. لو انا ما بشتغلش او قاعد، هيقول لي اشتغل، هيقول لي اتحرك. ده جزء من القصه ببساطه بدأ من آلاف السنين، كان العمل فيها اكبر بكتير قوي من انه مصدر دخل. بيستخدم كمصدر دخل او تلبيه احتياجات، ده الحد الادنى. طب ايه الاعلى؟ العمل حياه، العمل دواء، العمل عباده، العمل شرف، العمل قيمه. اللي بيعمل دي، الايد اللي بتعمل دي اعظم بكتير قوي. لما كان سيدنا عمر ولا مين، لما كان الراجل في الجامع قاعد بيعبد ربنا ليل نهار بيصلي، فبيقول له بتاكل منين؟ قال له اخويا في السوق. قال له اخوك اعبد منك. صحيح. اعبد منك بايه؟ عشان صلى ركعتين زياده؟ عشان بيشتغل وبياكل وبيشرب ويجيب. فالعمل هنا معنى كبير قوي قوي قوي. فانا البيزنس هابينس هو نوع من انواع السعاده. اكتشفوا الناس والعلماء انه ما بيجيش غير بالشغل، يعني وما بيجيش غير بالانجاز. يعني مش نجيب بقى بين باجز والله كل واحد كورنر كل واحد يقعد في الكرسي اللي يريحه. اللي عايز يقعد على بين باجز يقعد، المهم يشتغل. العبره عندي بالانتاجيه. انا دخلت مره شركه سعوديه، تمام، لقيتهم عاملين ايه؟ عاملين تراك جوه الشركه، والتراك ده تمشي تلاقي حاجات مكتوبه على الارض كده تقعد تقرا. وبعدين دخلت لقيت جايبين كرسي كده مريح قوي، وقافلين اوضه كده صغيره محاوطينها كلها بالاخضر، يعني زي كده زرع كده صناعي، وتدخل تقفل على نفسك وتقعد شويه كده تسترخي. مديتيشن مثلا. مديتيشن. فهي دي اللي انت بتتكلم عنها بيزنس هابينس. بص، انا ما عنديش مانع ان انا اعمل حاجات شبه كده في بيئه العمل على جنب، اللي عايز يغير جو او عشان ازود الانتاجيه، مش عشان اقلبه نادي. يعني هو بس الهدف. انا مش عنديش مشكله اعمل البين باجز واعمل الجيمز واجيب البلاي ستيشن، كل الحاجات دي عملناها من زمان. يعني انا بعمل ده انا شخصيا في شركات من فوق ال20 وال25 سنه، بنعمل ده لشركات، مفيش مشكله خالص، عادي جدا. ولكن هو لما يتحول انه ده مش مربوط بفيجن، مش مربوط ببرودكتيفيتي، مش عارفين احنا مش عارفين بنعمله ليه خلاص، ومش بنقيس بقى. أيوة، ومش بنقيس. يعني انا كنت قبل ما اعمل الحاجات دي انتاجيتي ايه، وبعد ما عملتها انتاجيتي ايه. صح.
فلو انا قادر اقيس وهوظف الكلام ده لانتاجيه، هي القصه بتاعت البيزنس هابينس قصه في البرودكتيفيتي. تروح اقتصاد لدول، تقوم دول وتقوم يعني بانه يكون اكثر انتاجيه، وتقوم كيانات تجعلها اكثر تنافسيه. وطبعا على مستوى الفرد، على مستوى الكيان. مش بتكلم على، انا مش بقول ده انه بس لصالح الشركه. هو القصه انا اكتر واحد مستفيد لما بكون يصلني شعور سعاده ومتعه بالعمل. لا شك ان انا هكون منتج جدا، لا شك ان انا هكون مميز في مجالي، لا شك ان انا هكون مش احيانا حضرتك ممكن تشعر، انا عارف ان انت كده عايش الحاله دي بنسبه ما، ممكن يخلص الوقت والشغل وانت مش حاسس، مش واخد بالك ايه ده الساعه بقت كذا. ما هو ده بيحصل كتير. هو بيخلصش الصراحه. لا انا قصدي الشغل ما بيخلصش. ايه ده؟ الشغل ما بيخلصش. الوقت بتلاقي باليوم دخل اليوم صح كده. طب ما في واحد تاني قاعد مستني يبصم، ما هو قاعد مستني الساعه تيجي 6 عشان لو مشي قبل 6 هيتخصم عليه. صح كده. ومستني البصمه. فده يعني بيعاني قوي. يعني الشغل بالنسبه له معلش خليني احط نفسي مكان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي واقول البيزنس هابينس مسؤوليه الموظف ولا مسؤوليه الشركه ولا مسؤوليه الدوله؟ لان احنا دلوقتي بقى بنسمع عن وزيره السعاده وزير السعاده ببعض الدول. هي مسؤوليه مين؟ هي مسؤوليه مشتركه بين الثلاثه؟ يعني انا كموظف مسؤول ان انا اكون سعيد. طيب هي طبعا مسؤوليه مشتركه، ده العنوان، بس الاجابه دي مش كافيه يعني عشان توضح ايه شكل الشراكه. خلينا نقول الاول بص السؤال، لو هو بيزنس هابينس ككالتشر فكل واحد مسؤول عن نفسه. احنا محتاجين نغير كلتشر، صح؟ ايوه. هل في حد مسؤول عن تغيير الكلتشر الثقافه؟ كلنا. يعني بس برضه الدول بتبقى ما انا قصدي في الاول بتكلم عن ككلتشر. طيب تعالى نتكلم كشركه. فاكيد المسؤول في الشركه هو المسؤول الاول. صحيح. المسؤول ايا كان، حضرتك عندك اتش ار دايركتور هو المسؤول، خلاص هو ده المسؤول عن الملف ده. ما هو بيئه العمل والحته دي جزء من شغله اصلا، ده مهام وادوار. ولكن المسؤول الوحيد لا، بس المسؤول الاول. فيسوق بقى يدرايف القصه بقى ويليد القصه دي. يريد ايه؟ يعرض على الشركه وعلى الاونر وعلى الناس وعلى المواضيع وعلى الاستاف، ونفهم ونربط الشغل. القصه عشان تتحقق محتاجه ربط الاهداف الماديه اللي في البيزنس، عشان برضو الموضوع مش موضوع يلا نتفسح. ربط الاهداف الماديه بالاهداف المعنويه. طيب من خلال ايه؟ من خلال ربط اخر، الخطط الشخصيه، الكارير بلانز الفرديه واحد تتضفر مع البيزنس بلان بتاعت البيزنس. صحيح. فوانا بجري في خطتي عشان احقق طموحي، انا بنحلم مع بعض. انا بحقق اهداف الشركه. ولو الشركه بتتحرك فانا بيتحقق اهدافي. لو هي متضفره، عارف شكل الضفيره؟ يعني كذا فرع داخلين في بعض، بتشوفهم من بعيد تحسهم حاجه واحده. صح؟ بس لما تقرب تشوف التفاصيل. فانا بقولوش يلغي شخصيته، ده هو ليه شخصيته وليه خطته. بس خلينا نرجع خطوه لورا. هو انت اصلا عندك كارير اوبجكتيف؟ عندك كارير بلان؟ في ناس رايح ياكل عيش ما عندوش حاجه، هو عنده احتياج وبياكل عيش. الشركات نفسها ما عندهاش بلان. ما هو البلاننج في الاثنين. ممكن يكون ما فيش خطه اصلا في الشركه واضحه، او في خطه بس هيدن. يعني الفيجن للناس. مش كلير فيجن، مش شيرد فيجن. ودي رقم 1 في البيزنس بلاننج، انك تحط كلير فيجن وشيرد فيجن مع الناس. بعد كده تعال نخطط بقى، يعني نخطط بناء لتحقيق رؤيه. طيب الحاجه الثانيه ان يكون الفرد، ده دور مهم لاي حد مدير او مسؤول او اتش ار او غيره بيعين حد. وفي الاول خالص اعرف خطته ايه وهدفه ايه قبل ما تعرف الهيستوري بتاعه ايه. يعني الناس بتقعد تهتم في الانترفيوز. نصيحه صغيره للناس، اي حد انترفيور بيعمل بيزنس، بيعمل انترفيو للتوظيف، بيقعدوا يحكوا كتير قوي في التاريخ، راح فين وجه منين، اللي هو الكلام اللي في السي في. طب ما هو مكتوب في السي في حضرتك، ولا انت مش مصدقه ان هو كذاب؟ ولو كذاب مش هجيبه. يعني ده يقعد يحكي لك انا حصلت على كذا ورحت كذا وعملت كذا، ونقعد نحكي. طب ما تديله فرصه يتكلم عن المستقبل. عشان ياخد باله ان حضرتك ككيان بتبص لقدام، وياخد باله ان احنا بنخطط مع بعض، وان احنا لو عرفنا نظبط الماتشنج ده والعلاقه دي والقصه دي هيساعدنا لوجود البيزنس هابينس. ليه؟ لانه ببساطه انا هبقى مبسوط ومستمتع جدا واهدافي الشخصيه بتتحقق. انا من حوالي 20 سنه بالظبط اتسالت سؤال في انترفيو، انا ما فهمتوش غير بعد ما بقى عندي بيزنس. سالني قال لي ايه؟ قال لي انت هتقعد معايا كام سنه؟ الله. فقلت له يعني ايه اقعد معاك كام سنه؟ هقعد معاك لغايه ما تمشيني. خلاص. قال لي يعني مش هيجي لك اوفر اعلى مني بعد سنه ولا 2 وتسيبني وتمشي؟ فلقيتني
لما كبرت بقى وبديت ابقى عندي بزنس، ادركت ابعاد السؤال، فهمت يعني ايه سستينابيلتي، وفهمت يعني ايه هو هينفست فيا وهيدربني، وفهمت ان هو صح. موضوع الموضوع ليه ابعاد كبيره جدا عنده جداً. هو عاوز يشوف دماغي انا بتفكر ازاي. صح. فالموضوع فعلا الانترفيوز والاسئله اللي بتتقال في الانترفيوز دي، لو الانترفيور مش فاهم هو بيسال ايه وبيقيس ايه، فعلا بتطلع حاجات عشوائيه. للاسف الشائع انه مش فاهم هو بيسال. الشباب مجرد ان هم قعدوا يتريقوا فتره على سؤال هتبقى شايف نفسك فيه بعد 5 سنين فبطلوا يسالوه عشان ما حدش يتريق عليهم. انت فاهم قصدي؟ هو مش عارف، هو مش مهم تقول السؤال ده، قول حاجه شبهه، مش مهم، بس في هدف من وراه. ما هو المشكله ان انت بتبقى داخل، يعني بعض الانترفيورز هو لما بيجي يذاكر بسكريبت. ايوه، يعني هو انت بتحضر المقابله، بيسالوا بيقولوا ايه في المقابلات، بيقولوا كذا كذا كذا. وللاسف معظم الانترفيورز ما بيتعلموش انترفيوينج. حضرتك لو دورت على انترفيوينج سكيلز تريننج كورس هتلاقيه معمول للابليكانتس مش للانترفيورز. نادرا لما تلاقي كورس انترفيوينج سكيلز ازاي تنجح في الانترفيو، مش ازاي تعمل انترفيو. فالانترفيورز ما بيتعلموش. بيبقى غالبهم ايه، هو خد بوزيشن ما فبقى انترفيور. يعني هو مدير مبيعات فبيعمل مقابلات لبياعين. طب حضرتك انت كمدير مبيعات بتعرف تقيم بياعين؟ تقيمه بأي دماغ؟ مش لازم بالظبط، مش شرط. وانت جاي تبيع له، انت بتعرف تبيع، بقيت مدير مبيعات. فاهمني اقصد ايه؟ ربما تكون ليدر كويس كمان، بتعرف تشجع وتحفز، بس مش شرط تكون انترفيور كويس. صح. فمش فكل واحد بيختار بمزاجه على طريقته بدون فشوف حضرتك بتتكلم في نقطه من 20 سنه علمت معاك. صحيح. فهي لا، هو في تكنيك يا جماعه. هو السؤال اللي فعلا اللي الناس بتتريق عليه، الناس بتخاف من التريقه فما بيعملوهوش. اللي هو بيع لي القلم ده فبطلوا يقولوها. مش عارف السؤال بتاع اللي عايز شايف نفسك بعد 5 سنين قعدوا يتريقوا عليه. يعني بص، الكوميكس مسيطره على مسيطره حتى على الانترفيوز. انت بتخوف الناس انها تتعلم او تفهم ما وراء الموضوع. المتوسط بتاع، يعني حضرتك قلت لي قبل كده ان انت عامل حاجه ترمومتر السعاده، لقياس السعاده. انا مش عارف انا بيحطوه تحت ولا بيحطوه فين، سمينه كده بس في ميجرمنتس. طيب الترمومتر ده مديكم ان السعاده في بيئه العمل في مصر او في العالم كام في المية؟ احنا في حته صعبه جدا. احنا في حته صعبه جدا. احنا الميجرمنتس دي بنعملها جوه تجمد تحت الصفر ولا ايه؟ لا احنا خلينا اقول لك بس الميجرمنتس دي او الترمومتر السعاده او DBH ميجرمنتس ده لمكان محدد. يعني لازم ندخل المكان نقيس حاجات. لان انت بتقيس مثلا مستوى الاحترام المتبادل. ده مؤشر. طب ليه سلوكيات ظاهره؟ ليه حاجات تتشاف. بتقيس مستوى انتاجيه، بتقيس مستوى حته وعايز اعلق على حته متبادل دي عشان في ناس كتير هي هتبان لنا في التقدير، في حته التقدير برضو التقدير المتبادل. فهو كلمه متبادل كلمه لازم الناس تاخد بالها منها، انه بعض الموظفين او بعض اعضاء فريق العمل في شركات بيقول لك ما قدرونيش، وهو حقيقه الامر بيبقى احيانا هو اللي مش مقدر اللي الشركه بتعمله. فالعلاقه طبيعي مش هتستمر. يعني الشركه عملت لك حاجه او اديتك فرصه، او فانت مستني من الشركه الفرصه الثانيه كانك بتعمل كده. أيوة. انا اسف في الكلمه يعني مستني دايما الطرف الاخر هو يديك. ومش عايز اقول برضو عشان الشركات يعني، وبرضو احيانا بيبقى الشركات هي مش مقدره الناس. يعني الطرفين. بيئه العمل معناه ان ده كلتشر المكان، ثقافه المؤسسه، ثقافه المكان. الثقافه دي بتبني في كام سنه؟ من 3 ل5 سنين عشان تبني ثقافه مكان. سهل قوي اغير اللوائح والانظمه، صعب اغير ثقافه المكان. صحيح. وخصوصا لما تكون ثقافه خاصه مش متماشيه مع الثقافه العامه. يعني يكون سوق العمل بشكل عام أيوة. او الاندستري دي ليها طابع معين غالب عليها، وانت بتعمل حاجه مختلفه، بيئه مختلفه، بتعمل بيئه عمل مختلفه. فمواصفات بيئه العمل الصحيه اللي بنقول اللي من ضمنها موضوع التقدير المتبادل، ومن ضمنها الحاجات دي عشان ريليتد بالسؤال اللي حضرتك قلته في الاول اللي هو هي دور مين؟ هي دور الكل، والشراكه طبعا هي الاساس، ولكن في توزيع ادوار ولازم المسؤول يبقى في دماغه ان ده عنصر رئيسي في نجاح البيزنس. احنا لما بنعمل تشينجنج مانجمنت، اي اداره تغيير لاي حاجه بتغير اي شيء، فعندك 3 جوانب مؤثره في نجاح التغيير. جانب ليه علاقه بالناس، فكرهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم قبل ما يجوا المكان او هم في المكان، مش فارقه، هو الناس الفريق العمل، وده عنصر رئيسي ومؤثر في اي حاجه بتحصل. حضرتك لو قررت تغير المقر مثلا، حضرتك تغير سوفت وير، جربت تجرب اي حاجه حتى لو مالهاش علاقه يعني مفيش حاجه مالهاش علاقه الناس مؤثرين في نجاح التغيير. فانت لازم تشتغل على الملف ده. وجزء تاني له علاقه بوليسيز اند بروسيجرز مش عارف ايه، انظمه، لانه في انظمه تتناسب مع ده. لما تيجي تغير ده هتحتاج تراجع الانظمه بتاعتك. افترض ان شغال في دولتين دخلت دوله ثالثه مثلا، ففي حاجه محتاجه مراجعه هنا. ففي ناس وفي انظمه وفي بيئه.
لانه احيانا بيجيب حد كويس جدا وبسيستم كويس جدا، زي ما يجيب لعيب كوره هداف الفريق يروح مكان تاني ما يجيبش ولا جون. دي حقيقه، والعكس صحيح. التيشيرت بتاع الاهلي تقيل عليه خلاص دي برشلونه بقى خلاص. فلا الفكره انه بنظن احيانا ان انا لما اجيب حد كواليفايد قوي انا خلاص انا تمام. اللي هو العنصر البشري هو اهم عنصر فعلا، بس مش معناها، مش ترجمتها هي ترجمه سطحيه ان انا اجيب حد هات هداف فريق كذا العب معاك بقى هداف الفريق. لا، ما هو بيتحط في بيئه عمل عامله ازاي. صح اختلاف البيئه. صح. في واحد هو شغال ياما ناس اتنقلت من شركات مش عايز اقول براندز يعني معينه في نفس الاندستري بتاعته، بس راح جه من حد من التوب 10 وراح لحد في الايه مستوى متوسط او العكس. انتاجيته بتفرق تماما ايجابا او سلبا برضه. يعني الخديعه اللي بتحصل في معظم الاحيان ان انا جبت حد من كيان كذا اللي معروف، المفروض ان هو لما ينزل تحت بقى يكسر الدنيا، ده جاي من بقه. حضرتك عندك خبره في الموضوع ده صح؟ طبعا. النار طلعت ولا بقه؟ لا تمام، احنا اللي اتلسعنا. النار طلعت في حته ثانيه. لا الفكره ببساطه انه المكان الكبير اللي شغال اللي فيه بيئه عمل فيها مثلا 1000 موظف ايا كان بيشتغلوا ايه، لك ان تتخيل نسبه تقريبا قد ايه شايله الكيان ومؤثره فيه وصانعه للفرق وليها بصمه، وقد ايه متشال. ما هو احنا دايما كده شايل ومتشال. هنتكلم عليها في الشركات ونتكلم عليها في الدول برضو عشان سؤال بتاع كتير الجزء. جدا. كتير جدا. يعني احنا مثلا 1000 كم منهم فعلا شايل وكم متشال؟ مش متشال ده مش معناه انه ما بيشتغلش، هو بيشتغل بس يعني مش مؤثر، يعني مش يعني عادي. 90% شايل و10% مثلا متشال، او يمكن 95% شايل كمان. شايل ولا متشال؟ لا شايل قوي قادر يشيل. طيب حضرتك تسمع عن باريتو؟ لا. باريتو ده عالم من علماء الاداره قدام، ممكن تكون عارف النظريه او قاعده من القواعد اللي هو 20/80 سمعت عنها؟ ايوه طبعا. 20/80 دي هي اسمها باريتو او 20/80 ما علينا. فهو 20/80 دي بتقول لك ايه؟ ان انت ب 20% من الموارد، هي ليها تطبيقات كتير بس خلينا نتكلم في الحته بتاعت الموارد البشريه. ب 20% من الموارد يمكنك ان تحقق 80% من الاهداف. صحيح. حلو كده. المعنى ده اي حد عنده خبره هو عارفه كويس. انت مش كل لما تيجي تطبقها على الموارد البشريه هتلاقي انه ده انت بالكتير 20% ممكن اقل كمان. هم المؤثرين الحقيقيين هم اللي شايلين بجد. يعني والباقي متشال برضو مش معناه انه ما بيشتغلش، هو بيشتغل بس نسبه تاثيره في تغيير اي حاجه في المنظومه مش كبير. يعني هيروح هيجي مش عارف، يعني مش ده المؤثر الكبير قوي. الدونكي ورك يعني اللي هو يعني الامور ماشيه يعني وبعدين انتاجيته ما تقومش الكيان. يعني انتاجيه، يعني مثلا ايه، انا قاعد على الكرسي ده ليه ثمن. اي موظف في شركه قاعد على كرسي او واخد بوزيشن ليه ثمن. حضرتك الكيان ده مثلا بيصرف رقم معين، لو ده قام بالدور وده قام بالدور وده قام بالدور فكلنا ايه جبنا المصاريف وكسبنا. انا بفترض ببص لها كده بالشكل ده. طب انا كموظف قادر اجيب ثمن الكرسي اللي انا عليه ده ولا لا؟ اكيد هي مش ايكوال. حضرتك قاعد على كرسي او رئيس مجلس اداره او رئيس تنفيذي او غير، كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه وفي ناس كتير فبتلاقي انه في واحد دافع ثمن كرسي بتاعه والكرسي اللي جنبه، الكرسي اللي جنبه شايل 5-6 معاه. في واحد تاني مش دافع او جايب ربع ثمن كرسي بتاعه او عبء على المكان، او ما هو شايل ومتشال. دي معناها انا اضافه ولا عبء؟ الموضوع له علاقه بالانتاجيه جدا ولازم الانتاجيه بقى بكي بي ايز مش عارف يعني بقياسات كتيره جدا. تعال نطبق بقى على دول. لما بنلاقي دول زي الصين والهند مثلا مليار و500 مليون تقريبا، مليار 420 مليار 450، الاثنين مع بعض حوالي 3 مليار. وضعهم اقتصاديا ايه؟ واحنا احيانا بنعاني من 100 مليون ولا 120 مليون ونقعد نتكلم كأن الناس دي عبء على الدولة. الدعم والظروف، واحنا اقتصاديا فعلا يعني الموضوع محسوب فعلا تقيل. مش كأن هو فعلا تقيل. ليه؟ هل الناس وحشة؟ لا، الناس كويسة، بس المنظومة الانتاجية ليها علاقة بالكالتشر الناس. لو انا كشخص منتج انا هبقى اضافة للبلد. سمعت الموظف المصري انتاجيته 20 دقيقة في اليوم. العربي ده كان بحث على العربي كان 26 دقيقة تقريبا. 26 دقيقة في اليوم ده كان على المنطقة. بس احنا هي ده بالساعة لو بالوقت، بس انا مش بوصلها كده قوي. انما طب المفروض يبقى سعيد. ما هو دي ولا عدم وجود سعادة فبيخليه بالظبط. هو السعادة بيجيب نجاح ولا النجاح بيجيب سعادة؟
لا هو الاثنين بيجيبوا بعض، صح كده؟ الناس بتظن ان انا هكون سعيد لما انجح، لما اوصل للهدف. لا، هي رايحه جايه. رايحه جايه. احنا السلوجان بتاع DBH اللي هي Delivering Business Happiness بنقول Enjoy your business. فهي احنا رابطينها 4 افكار ببعض بيعملوا زي عجله كده. Enjoy your business. طب انا هبدا بانجوي الاول ولا اشتغل الاول؟ لا، هبدا بانجوي. مدرس شغال في مدرسه ياخد فيها 1000 جنيه في الحياه الصعبه جدا جدا دي، وبيدخل كلاس قدامه 60 طالب ولا 70 طالب، ومطلوب منه انه يبقى عنده هابينس. احققها ازاي؟ هو مش مطلوب منه، انا عايزه هو يطلب من نفسه. طب هو انا هبداها من جوه، يعني انا عاوز ابقى سعيد. ان الله لا يجرب بقوم حتى يجرب بانفسهم. حلو، انا كده هبدا من الداخل. ماشي. انا المدرس وعايز ابقى سعيد. ماشي. فهاخد ال4 خطوات دي مع بعض. رقم 1 انه اول حاجه انا بقول انجوي يور بزنس، فحاول انجوي الحاجه اللي بعملها في الوضع الحالي. فهطلع منها اي حاجه حلوه، اي حاجه في طفل، حاجه في التعليم ان انت التعامل مع الاطفال وانك تشوفهم بيتعلموا، انك تشوف لمعه عين الطالب، او لو انت مدرسين فلمعه عين المدرس باللي اتعلمه. سنس اوف اتشيفمنت. يبقى انا ده كده بساعد حضرتك. حلوه جدا. ما انا اطبقها بقى في التعليم، يعني انت نطبقها واحده واحده. ماشي. فانا عملت ايه؟ حاولت ابسط نفسي بحاجه بالمتاح. ماشي. بالمتاح دلوقتي انا لسه ما اتنقلتش لمنطقه تانية، لان لازم ابدا برضو من الواقع. مش عايز اقول كلام حالم وما نعرفش نوصل له، حتى لو مش هبقى في غايه السعاده. بس انا ده بالنسبه لي موجود موتيفيشن كده. ما هو زودت الموتيفيشن بتاعتي على قد ما اقدر. ما انا لما بعمل فوكس على الحاجه البوزيتيف، ما هو انت كما تفكر. صح. فكري لما يبقى ايجابي، انا عمال اغذي الحته الايجابيه دي، بيأثر على حاجات كتير جدا في سلوكي وفي مشاعري في والرياكشن بتاعي في المواقف المختلفه. فالناس هتلاقيك ايه ده ايجابي ازاي؟ ان هو انت مش في ناس بنلاقيهم كده منورين في مكان حقيقه، يعني تلاقيه ايه ده هو بيعمل حاجه تانية، هو مش هنا عشان ال1000 جنيه. يبداوا يتخيلوا كده. اكيد المدارس اللي بتدفع 1000 جنيه دي هتلاقي فيها مدرس فعلا مختلف، منور هو مختلف ومبسوط وبيشتغل والعيال بتحبه مختلف. if you enjoy more you can work more. صح. فدي اول حته. لو عرفت تنجوي هتعرف تشتغل اكتر. ماشي. ان انت مستمتع بالشغل فتاخد زياده شويه. طيب if you work more you may achieve more. you may achieve more. هتشتغل اكتر كما، فاحتمال تاتشيف اكتر. يعني ممكن تعمل كم وما يبقاش achieve. if you achieve more you will gain more. صح كده؟ صح. if you gain more you will enjoy more. يبقى هي السيركل كده. حلو كده. تمام. طيب دي كده اسمها DBH وي؟ لا لسه. طب ناقص ايه؟ انها تتحرك او تشتغل بالقصور الذاتي. عشان تشتغل بالقصور الذاتي معناها ايه؟ انها لازم تلف كتير قوي ورا بعض. يعني انا بعمل، لان واقع الحياه مش هحقق ال4 في حاجه واحده. يعني هتلاقيني في وقت بعمل حاجه ومش مبسوط بيها قوي، او بعمل حاجه ومبسوط بيها بس ما بتكسبنيش، او بعمل حاجه واخد بال حضرتك. فوارد جدا هو المدرس ده مش ممكن بيعمل اكتيفيتيز كتير مختلفه على مدار يوم، وانا بتكلم على الحياه مش بتكلم على الحصه. فهو في حاجات بتحصل بتبسطه، في حاجات بتزعله، فبتركز على الحاجات اللي بتبسطه. طيب في حاجات بتكسبه، في حاجات ما بتكسبوش، هركز على حاجات بتكسبني، وهكذا وهكذا وهكذا. لو العجله دي دارت كذا مره انا حتى لو ما حققتش اي واحده العجله ما بتقفش. حضرتك العربيه وهي انت سايق عربيتك ماشي على سرعه 80، رفعت رجلك على البنزين، العربيه ما بتقفش، تمشي على 70. بيحصل ايه لما بندوس بنشعر بنزين تاني تطلع. فهتيجي لو بلف العجله دي كتير، لفه العجله هي الشغل المستمر، هي السعي المستمر، هي ما اقفش على انه جاي لي ايه. انا بتحرك، مره بكسب ومره ما بكسبش، بتحرك مره بستمتع ومره بستمتع، بتحرك. الحركه من ضمن الاخطاء الشائعه عندنا في ثقافتنا، اننا بوظنا عند اجيال كتير فكره السعي، ربطه بالدخل فقط، خلانا بنشوه الفطره. الفطره بتقول ايه؟ ربنا خلقنا وانت الطفل صغير خالص بيحصل اول ما يبدا يحط ايده بس يحبو، صح؟ يحاول يتحرك من مكانه. طب رايح فين؟ ايمليسلي، صح كده؟ بلا هدف. اول ما يمسك في الكرسي ده يقوم يقف كده، صح؟ وياخد خطوتين ويقع ويقوم تاني ويقع. هو عنده شغل؟ عنده تاسك مطلوب منه حاجه؟ عنده تارجت بيحققه مثلا؟ لا مفيش حاجه. هو الحركه دي جزء من الفطره. ليه لما بيكبروا بقى، يعني لما بقينا بنعمل ايه بقى؟ ليه بقول احنا بوظنا ده؟ لان بنتكلم في 120 سنه، مش بتكلم في الاف السنين.
الاف السنين كل الناس بتصحى الصبح وكل الناس بتنزل ايا كان رايح فين بالمناسبه، اللي هيزرع واللي هيرعى غنم واللي هيعمل اللي هيعلم حد حاجه، اي حد بيعمل ايه. مش دي القضيه. فكره الناس نام للظهر والناس ما بتشتغلش والناس ما بتشتغلش الا لو مضطر، وان انا لو مقتدر ممكن اصرف على عيله فيها 100 واحد ما يشتغلوش. ما هو مش عادك مصريين في الخارج قاعدين بيبعتوا فلوس لاهاليهم في القريه وممكن 20 واحد في البيت ما بيعملوش حاجه غير ان هم صح كده. فكره ان انا ما بشتغلش الا لو معيش فلوس ده اللي بيدمر الاقتصاد بتاع الدول. لا انت بتشتغل لانه ده جزء من الفطره وجزء من السعي وجزء من رسالتك. العمل شرف والعمل عباده، قلنا بقى كلام كتير قوي، وهتكسب منه فلوس كتير جدا لما تبص له بالمنطق ده، وهتستمتع بيه جدا جدا. فمعرفش انا بقول كلام بعيد شويه عن لا هو بس سنة في بعض الناس ممكن يقول لك طب ما انا بشتغل كتير قوي وما باخدش حاجه، في حاجه غلط في طريقه الشغل بتاعه. لا هو كمان ممكن يكون الشغل نفسه انت بتشتغل اللي تعرفه. أيوه. او بتشتغل شغلانه هي اللي لاقيه جنبك، او انت فعلا ما بتسعاش السعي الحقيقي، او انت ما بتشتغلش تطور من نفسك. يعني انت في حد طالع من نفس القريه خلاص وممكن من نفس الكليه وكانوا نفس الدفعه، وواحد معاه دلوقتي صاحب مصنع وواحد تاني مدرس فيزياء. يعني 2 خارجين من كليه علوم. انا كنت لسه حاضر ايفنت من كام يوم، حد خريج كليه علوم صاحب دلوقتي 4 مصانع، ما شاء الله. بدأ حياته بكام؟ ب 4800 جنيه. جميل ما شاء الله. وواحد تاني من خريج كليه علوم هو مدرس ساينس وبيشتكي مر الشكوى من ان هو مرتبه مش مكفيه، وان انت الكلام اللي انتوا عمالين تقولوه ده كله كلام عن السعاده، ده كلام في اللالا لاند. هو البديل ايه؟ طب لو هو متنكد هو يفضل متنكد مفيش بديل. انا قصدي هو مبسوط بالحاله دي، يعني هو مش عايز يخرج منها طبعا. عايز يخرج منها فاحنا بنحاول نخرج منها. اول حاجه عشان اخرج من اي حاله محتاج اغير فكري، مش هغير وظيفتي. صح. يعني انا مش بتكلم دلوقتي في الوظيفه، ولا انا مش متحكم ان انا اخلي ال1000 1200 بالمناسبه. انت ولازم اتعامل مع الحاجه اللي في ايدي بمعنى اللي عندي اثورتي فيها. صح. انا ليه بقعد افكر تفكير مش بتاعي؟ ده بيضعف الانتاجيه. يعني انا لما بفكر فكر هي الدوله عملت مش عارف ايه في ايه، هو حضرتك رئيس الوزراء، حضرتك وزير مثلا القوى العامله، انت يعني ايه دورك في ده؟ ما هو انت زمان واحنا صغيرين قالوا لنا ايه؟ ان تضيء شمعه خير لك من ان تلعن الظلام. صحيح. صح كده بالبساطه وبالبلدي. ابدا بنفسك وانت انا الدنيا ضلمه، هنقعد نشتكي من الضلمه، هل هتنور؟ لا. هل هنقعد ابو الضلمه انا مش عارف ايه ده ينفع كده؟ ما ينفعش. هتعرف تنور شمعه تنور، مش هتعرف تنور حاول شوف حد بينور واقعد جنبه. صح. يبقى هنبدا نشوف نور. صح. في حاجه فهو ده المايند سيت بقى. يعني هي الفكره في كده، لانه الشكائين البكائين بيفسدوا الحاله وخلوا انه معظم الناس. هو احنا ليه بنقول كلام؟ انا بقول لك من اول رد خالص، هو اصلا في سعاده في العمل؟ ما احنا وربط كل المواضيع بالحته دي خلت الاب او الام او هو راجع من بيته راجع مش طايق نفسه اصلا. صح. فالبيبي الصغير لا بابا راجع من الشغل ايه؟ مش مبسوط. بابا كان حلو امبارح كنا بنلعب مع بعض يوم السبت ولا يوم الجمعه، وراح الشغل رجع ايه؟ حالته مش هي، مش ده بابا اللي انا كنت بلعب معاه امبارح. وماما تقول له ايه؟ سيب بابا في حاله راجع من الشغل. هو مش فاهم ايه الشغل، لسه بيتعرف على المصطلحات، فكلمه شغل ارتبطت عنده بحاجه ايه؟ وحشه. صح. احنا بنكره العمل اصلا. ليه؟ عشان هو الشغل ده اللي بيخلي حبايبي وحشين، الناس بحبهم. فلما بكبر وهروح الشغل بقى انا ابدا استعد للعدو الشيطان الرجيم اللي انا رايحه اللي اسمه الشغل، بدل ما العمل عباده والعمل انا بس عمال ايه؟ بربط القيم اللي هي للاسف تشوهت. لو قدرنا نروح لمنطقه نجيبها على اصلها، نرجع الموضوع لاصله، هنتبسط جدا. هنستمتع بالحاجه ايا كان، هي هجيب جنيه هجيب 10. لما نتبسط هننجح، ولما ننجح هنتبسط، ولما ننجح نتبسط. علميا في البيزنس سايكولوجي دي بتتحكم اي حاجه في البيزنس ليها رابط نفسي. في البيع والشراء انا بشتري، لو حضرتك بتشتري حاجه من محل وعلى باب المحل البياع بصيته كده ما عجبكش، بصيتك بس مش كويسه، غالبا مش هدخل اصلا. طب عنده منتج حلو جوه، ده مش عارف براند ايه ده ولا اي حاجه. صح. ده نفسيا صح، ده مش لوجيك. لا ما احنا ما بنبيعش بالعقل اصلا بس كده. وهكذا كل ما بنشتريش بالعقل ولا بنبيع ولا بنشتري الاثنين. ولو بنشارك، ما هو البيزنس ايه؟ شراكه وبيع وشراء وتوظيف معظم القرارات داخل فيها العنصر الايه؟ العاطفه والعنصر النفسي. فلو قدرت يعني عاطفيا اركب
الموضوع، اتمكن من اليد هذه العاطفه. الباور ده جاي من السعاده على فكره، ده جاي من انك بتعمل الحاجه ومبسوط بيها، مش قاعد. احتمالات المكسب اعلى بكتير قوي 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 غالبا. انت بتشوف ان انت بتجيب اعلى انتاجيه عندك. ما هو في اداره الاداء، وده من الحاجات المهمه جدا جدا في البيزنس، مش تقييم الاداء. يعني في ناس بتحصر موضوع البرفورمانس في ان هو يعمل برفورمانس ابريزل كي بي ايز او كي بي ايز مش عارف ايه وخلاص، وان انا بقيم الموظفين. لا، حضرتك بتدير الاداء. يعني دي منظومه غير، فكر مختلف شويه عن انت بتقيم الاداء. بقيم ده كاني قاعد انا حكم بس، انا اقول ده حلو وده وحش. لا، هو دوري لو انا مدير او لو انا ليدر او لو انا مسؤول، فانا دوري ان ادائي يبقى حلو. صح. فهو تطوير. بشوف تطوير، فانا بشوف هو فين وبنطلع مع بعض. فجزء رئيسي من ده نفسيته. لو هو مكتئب مش هعرف اطلع بيه، هياخد كورس مش هيجيب نتيجه. ياما تريننج كورسز اتاخدت وما بيجيبش نتيجه، لان هو استيعابه اصلا، لا، هو عنده حواجز نفسيه اخرى محتاجه تتعالج. صحيح. فانا اسف ان انا طولت عليك ودخلنا في مواضيع كتير. الحديث رائع، والحديث رغم انه عن السعاده ولكن له شجون. طبعا زي ما شفت حضرات المشاهدين، الكلام في الموضوع هو جديد، وقد يكون يعني مش مناسب قوي للي بيسمعونا، لان الناس بتحب قوي اللطميات، والناس بتحب قوي الكلام عن السلبيات والكلام عن لعن الظلام زي ما قال الدكتور عبد الرحمن. ولكن احنا جايين نقول انت كده كده شغال، كده كده غصب عنك لازم تصحى الصبح وتروح الشغل. روح الشغل وانت مبسوط. حاولنا نقول لك كده، دور على اسباب تخليك تشتغل وانت مبسوط، لان انت كده كده هتشتغل. ونفس الشيء للاصحاب العمل بقى او اللي بيديروا العمل، انت كده كده الموظفين عندك شغالين، وكده كده انت كل يوم هتشوف منهم وهتطلب منهم تاسكات معينه. طول ما هم شغالين وهم مبسوطين هتلاقي منهم انتاجيه افضل واللويالتي اكتر للمكان. فاحنا عاوزين الموظف يشتغل ومبسوط، عاوزين مؤسسه يكون فيها جزء من ثقافتها هي السعاده، عاوزين بعد كده الدوله بقى طول ما انت عندك المواطنين دول كل ما يكونوا مبسوطين كل ما انتاجيه الدوله بشكل عام هتكون اعلى بكتير جدا جدا. ده اللي حاولنا النهارده نفتحه في البودكاست مع الدكتور محمد خليل، اللي كانت رائعه جدا جدا. ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات الجايه. توعدنا ان شاء الله بودكاست جديد ان شاء الله الفتره الجايه نتكلم عن بقى السعاده، وان شاء الله كل اللي اتفرجوا علينا النهارده يكونوا الحلقه الجايه اكثر سعاده. نشوفكم في الحلقه الجايه من Eduverse Talks.